يديك الصحه، نورتينا والله. اتفضل يا استاذ سما. ربنا يوفقكم وتعملوا مشاريع وحاجات كويسه، وهنشوف مع بعض المشاريع دلوقتي عند الحاج العمده والمطاعم. يا جماعه بجد انا مش فاهم، يعني انا متخرج ومعايا شهاده ولابس قميص مقفول لحد رقبتي، وفي الاخر مرتبي يا دوب اعيش واموت بيه في صمت. والاستاذه سما المصري دخلت المكتب وقالت هاي، اتحولت فجاه لهاي كلاس، مرتبها 50,000 جنيه. 50 يا جدعان، ده مرتبها يخلي الطبعه تقول انا مش شغاله لان مستواها اعلى من مستواي. ده انا علشان اخد علاوه ب 200 جنيه لازم اعمل انجاز تاريخي، وسما يا دوب تنزل ستوري تقول لك يوم جديد في الشغل وتنزل بعدها بفوتره محترمه، وتيجي تسال نفسك هي بتشتغل ايه؟ في الحقيقه مش معروف، بس واضح كده انها مسؤوله عن تحفيز الاقتصاد بالسوشيال ميديا. وانا بقى يا صديقي بعد ما سمعت عن مرتبها قفلت اللابتوب بتاعي وبصيت لنفسي في المرايه وقلت هو انا اللي مش ترند؟ وفي النهايه بقى يا صديقي انا مش بحقد، انا بس محتاج حد يشرح لي ازاي الناس دي حرفيا بتلاقي الشغل ده، ولا يمكن اكون انا اللي في الكوكب الغلط. وفي النهايه برضه يا صديقي لو انت كمان زيي بتستغرب، فانا مش عايزك تستغرب، لان حرفيا مش مرتبك انت اللي قليل، انت بس اللي ما اشتغلتش في المكتب الصح. وسلام.